السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم يا حبايبي في فيديو جديد في قناتي يومياتي انا وولادي. النهارده ان شاء الله هنعمل كفته الرز في البيت. هناخده 3 بصلات، انا جايبه نص لحمه مفرومه. براحتك، عايز تعملي كيلو تعملي ربع كيلو 2 كيلو براحتك. هنعمل كفته الرز. معانا المقادير بتاعتها هنا: بصل بودر وثوم بودر، ودي بهارات كفته وكزبره وكمون وبابريكا، وجبت معايا ربطة شبت وربطة كزبرة وربطة بقدونس، ربطة وربطة من كل نوع ربطة، و3 بصلات اهم، حتتين فلفل الوان لون اصفر ولون احمر، وفي حتتين توم، فصين توم يعتبر، وواحدة بيكنج باودر عشان تخلي الكفتة كده هشة معايا وحلوة. اول حاجة نبدأ بيها ونفرم البصل. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجة نفرم البصل مع بعض. احنا فرمنا البصل اهو والفلفل مع بعضيه، فلفل الوان والبصل والثوم. وهنحط هنفرم وراه الكزبره الخضره بتاعتنا يعني، هنفرموها وارجع لكم تاني. عملنا الخضره اهي كده اهي. ده الرز اهو معانا المطحون. لو ما عندكش رز عادي ممكن تفرموا رز من البيت. هنحط البهارات بتاعتنا اهي. انا جبت فلفل اسمر عشان ما كانش عندي، بعد البت جابت لي. مهم جدا تحط فلفل اسمر عشان الكفته بتحب الفلفل. انا هرجع احط كمان يعني معلقه صغيره بيكنج باودر. متحطيش اهي، حطوا نصها يعني. هخدمها كده مع بعضيها وارجع لكم تاني. احنا خلاص فرمناها، خدمتها اهي، بس انا رجعتها في الكبه تاني عشان تخدمها كويس، وكل الانسجه تخش في بعضيها والبهارات بتاعتي تخش فيها. دلوقتي ايه، هنصبع مع بعضينا. ما تكبريش عشان هي هتزيد من البيكنج باودر اللي احنا حاطينه. لازم تدهني ايه بايدك زيت. انا هخلص الكميه كلها لما هولع على الزيت، اخلص كل اللي معايا، وخليها قد صباعك كده، ما تكبريش عن كده. انا هعمل معاكم كم صبع، وبعد كده اخلص الكميه وارجع لكم تاني. انا نزلت بالكفته اهي، بس انا موطيه عليها خالص، عليها عشان عايزاها تمس وتبقى مستويه من جوه. شايفين الجمال عامل ازاي؟ حاجه تحفه جميله قوي، فاخر من الاخر. اللون اللي انا عايزاه اهو كده. خلاص هطلع اللي شغاله على العين التانية الرز والصلصه بتاعتها. حتى الطاسه يا ملك، خليك هننزل بيها. دي الطاسه التانية، دي الحطه التانية اهي. بسم الله. شوفين الجمال عامل ازاي، قمر. لازم تبقى توطي عليها عشان تستوي وتمس من جوه، تبقى ايه هايله. انا ما بحبش اكتر الخضره فيها عشان تبقى شبه عجينه الفلافل، انا عايزاها لونها وردي كده. بصوا عامل ده جميل، ده طعمها تحفه. انا بحبها حمرا كده عشان تبقى مستويه، عشان دي لحمه يا جماعه مش عارفه. الرحيم. احنا الصلصه دي اللي احنا عملناها ما عملناهاش بالثوم، انا عاملاها زي طبيخه. انا الصلصه دي عاملاها بالبصل، يعني طماطم وبصله ودهنه من عند الجزار. طماطم مسبكاها تسبيك زي ما تكوني تعملي بسله يعني.
ما عاملاهاش بالثوم، عاملاها بالبصل. وانا هنزل بالكفته اهي عشان وعملت الرز بالشعريه والطريه اللي الطبيخ الاحمر ده مطرياه عشان عشان الكفته منشفاها عشان تشرب كده وتنفش لما تخش تخش الطبيخ الاحمر. رايحين نشوف الرز. الله اكبر على الجمال، تحفه ازاي. فين الجمال، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا زي عامله الشعريه محمراها بالزيت اللي قاليه فيه الكفته، ودي شكل ومنظر وطعم. الغدا بتاعنا كفته الرز بتاعتنا خلصت، شايفين الجرجير بسم الله ما شاء الله، والكفته بتاعتنا اهي، والرز والمخلل بتاعنا اهو اللي احنا عملناه معاكم، شايفين بس منور ازاي، منور السفره بتاعتنا او الترابيزه. رز شعريه اهو. بصوا الاكل بيتحدث عن نفسه. الريحه ما اقولكوش عامله ازاي. هوريكم واحده اهي. هات يا ملا. حبه ايه صلصه احنا عاملينها. تعالى يا حمو. واو جميل. تحفه. الحته دي دخلت جوه قلبي. جميل جدا جدا ما شاء الله. ممكن تعمليها زي كده برضه، تقليها وتشيلها في الفريزر، ممكن تصبعيها وتشيليها نيه. الغدا بتاعنا اهو خلاص، خلصنا الكفته، خلصنا الرز، وادي المخلل بتاعنا. المخلل بتاعنا اهو اللي احنا عملناه امبارح. سلام. قول لهم يا حمو يلا كده، قول له عايز تقول لهم ايه؟ عايز حط لايك واشتراك وكومنت حلو. باي باي. باي باي. لك الله تعالى بركاته. تقول لهم ايه كمان؟ لا اللايك اشتراك كومنت. باي باي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.